السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي ومع المنهج الجديد 2025. على فكرة المنهج الجديد بتاعنا اسمه Hello Beyond Words. هالو برضو سلسلة هالو بياند ووردز، يعني فيما وراء الكلمات. يبقى نقدر نقول أهم حاجة هنشد فيها السنة دي حفظنا للكلمات واللانجوج نوتس. نبدأ مع بعض يونت 1 كده. أنا هخلي لكم إن شاء الله كل يونت على هيئة فيديوهين. ده الفيديو الأول يونت 1 A great summer. A great summer صيف رائع. يلا نشوف بداية كده الكلمات من lesson 1 و 2. vocabulary summer vacation. summer vacation أجازة الصيف. workshop. workshop ورشة. score. score يسجل، ممكن أقول score a goal يسجل هدف. tired. tired تعبان أو متعب. tiring هنا فيها ing بقى، دي الغير العاقل دي، يبقى شيء متعب. شيء متعب، يعني نقدر نقول tired. tired الشخص التعبان اللي هو وقع عليه الحدث، ولكن tiring الشيء اللي بيسبب الحدث. tiring يعني شيء متعب. بعد كده tournament دوري رياضي. talented موهوب. نحاول نحفظ الكلمات وننطقها صح ونكتبها. volunteer متطوع. imagine يتخيل. neighbors الجيران. adults البالغون. activities أنشطة. coach مدرب. الكلمات دي يا جماعة من فضلكم احفظوها بالكتابة، وكل يونت نجمع كلماته كلها كده في صفحتين. دي أول صفحة، في الفيديو اللي جاي إن شاء الله صفحة تانية مع الجرامر بإذن الله. ناخد بقى conjugation of verbs تصاريف الأفعال، ومعظمنا حافظها. say يقول الماضي said. البي الباست participle said، يبقى نقدر نقول say ده الفعل المضارع present والماضي منه said. شوفوا نطقها ازاي said، يبقى say said. والتصريف الثالث منه الباست participle said. go went gone. see saw seen. write wrote written. take part in يشترك فيه. الماضي الباست منها took part in، والبي taken part in. teach يدرس يعلم. taught شوفوا نطقها ازاي يا شباب taught. الجي والاتش هنا silent taught. والبي الباست participle التصريف الثالث للفعل taught، يبقى teach taught. am is ده فيرب تو بي احنا حافظينه طبعا. الماضي was. البي been، يبقى am is الماضي منها was، والبي been. are الماضي منها were، والبي منها been. يلا نشوف بعد كده have وhas بقى، كلنا عارفين برضو have وhas بمعنى يمتلك، والباست منها had، والبي had برضو. do وdoes الماضي منهم did، والبي done. يفوز مشكلة بقى الباست منها النطق بتاع كلمة فاز أو كسب won، مش win won، كأني بقول number 1، يبقى win won. lose يخسر. lost خسر، والماضي برضو والتصريف الثالث شبه بعض، يبقى lost، يبقى lose lost. بنحفظ يا شباب تصاريف الأفعال دي ونظبطها كويس، وهنعمل تدريبات عليها في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. يلا نشوف الصفحة اللي بعد كده، وهي prepositions حروف الجر. شوفوا نطقها ازاي prepositions. in the morning in the afternoon، يبقى in بتيجي مع الفترات الزمنية. in the morning in the afternoon
يلا نشوف السطر اللي بعد كده. حرف الجر at، دي كلها prepositions. at noon في الظهيرة، at night ليلا، at midday في منتصف النهار، at midnight كل دولت بياخدوا at. يلا نشوف اللي بعدها. at the end of في نهاية كذا، يعني ممكن أقول at the end of the story، at the end of the film، ولكن in the end ما يجيش بعدها of. واحد يقول لي يعني ازاي بقى الكلام ده يا مستر؟ at بيجي معاها at the end of، in the end من غير of. تمام، ناخد بالنا من الحتة دي كويس. at the end of، in the end. take part in يشارك فيه، واخدناها من شويه وعرفنا الماضي الباست من take. معلش كلمه take فيها حرف ايه في الاخر؟ take part in. الماضي من take part in took part in. volunteer at متطوع فيه، volunteer at يبقى ناخد حرف الجر ناخد بالنا منه. volunteer at. join in ينضم إلى، يبقى join أخذت حرف الجر in. اللي جنبها for a while، for a while يعني للحظة، لفترة كده بسيطة. for a while نحفظ، بالله عليكم احفظوا حروف الجر دي مهمة جدا وهتفيدنا في المرحلة الثانوية. decide to، decide to يقرر أن. على فكرة decide to بيأتي بعدها الفيرب infinitive يعني مصدر بدون إضافات. decide to. أما أقول مثلا أنا قررت أن أسافر، I decided to travel، I decided to travel. يلا ناخد فيرب help بقى. help out at يساعد، help out at يساعد بتساوي help with. يبقى في حاجة اسمها help out at و help with. يعني اما اقول مثلا بابا ساعدني في الواجب، my father helped me with my homework، my father helped me with my homework. يلا نشوف بعد كده. play in a tournament، play in ناخد بالنا يلعب في الدوري. play in a tournament، كلمة tournament معناها الدوري. at the start of the summer في بداية الصيف. واحد يقول يا مستر مش كلمة في يعني in، يعني المفروض أقول in the start. لا، نحفظ حروف الجر كويس. كلمة the start تاخد at the start of the summer. help out at family's workshop. نقول تاني يا شباب، help out at the family's workshop. يعني ايه help out at the family's workshop؟ يساعد في ورشة العائلة أو الأسرة. يبقى help out at ناخد بالنا، شوفوا help out at يساعد فيه. زي احنا قلنا من شوية في حاجة اسمها help with، وكأن help out at بتساوي help with. يلا نشوف بعد كده language notes، ودي مهمة جدا. عندي فعلين مهمين هنتعامل معاهم دلوقتي. make، فيرب ميك بمعنى يجعل، بيحب يجي بعد منه الادجكتيف الصفة. يعني ايه ازاي الكلام ده يا مستر؟ يلا نشوف المثال اللي تحت ده هيوضح لنا. يبقى ميك بتحب وراها بعد كده الصفة. we have to make our environment clean، we have to make our environment clean. نحن يجب أن، have to معناها يجب أن، make our environment clean إن احنا نجعل البيئة نظيفة. يبقى كلمة الفعل make، الفعل make جاء بعد منه الصفة اللي هي clean. يلا نشوف مثال آخر. we help to make our local area clean أو better. يا شباب معناها ايه بقى الجملة دي؟ we help to احنا بنساعد لنجعل to make our local area ان نجعل المنطقة المحلية او البيئة بتاعتنا clean. ما هي clean دي معناها صفة، معناها نظيفة. better يعني افضل، وايضا دي صفة. يبقى نستفيد من فعل make. الفعل make ده يا شباب بيحب بعد منه الادجكتيف، adjective اللي هي الصفة. يلا نشوف الفعل اللي بعد كده teach.
على فكرة الفعل teach معنى يدرس أو يعلم، بيحب معاه how to وبعدها الانفينيتيف. يلا نقولها تاني. teach بيحب يجي بعدها ايه؟ ايوه how to plus infinitive. يلا ناخد مثال. Mr. Sabri taught me how to speak English well. Mr. Sabri taught me. taught احنا عرفناها من شوية، درس او علمني how to speak. يبقى how to speak يعني كيف أتحدث الإنجليزية well. Mr. Sabri taught me how to speak English well. يلا يا شباب نشوف المثال اللي بعد كده، المثال الأخير. volunteers المتطوعون teach people بيعلموا الناس how to do something new. يلا نقولها تاني. volunteers المتطوعون teach people how to do something new. دايما يا جماعة كلمة something أو thing بيجي قبلها فعل do وليس make، برضو دي مهمة جدا. do something وليس make something. ده يا جماعة كان الفيديو الأول، وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي هناخد بقية الكلمات واللانجوج نوتس والجرامر. على فكرة المنهج الجديد منهج سهل جدا وبسيط وكويس، وهعمل لكم بقى عليه تدريبات وامتحان ان شاء الله على اليونت كامل باذن الله. يا ريت نظبط الاربع ورقات اللي انا شرحتهم النهارده دولت، وباذن الله في الحلقة القادمة او في الفيديو اللي جاي هنستكمل بقية اليونت تماما ونعمل امتحان عليه. حتى نلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. مع تحياتي مستر صبري سعد، وإلى اللقاء.